يا مساء الفل. النهارده هعمل بسبوسه، بس مش اي بسبوسه، بسبوسه بالمكسرات، ووصفتي كمان مظبوطه 100%، وان شاء الله هتعجبكم. هننزل في بوله بحوالي كوبايه من اللبن، كمان كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه البلدي او الزبده. بعد كده هنقلبهم لحد لما السكر يذوب. ننزل تاني على النار مع معلقتين من اللبن البودر، وكمان معلقتين من جوز الهند. انا عايزه التست يعلى قوي في البسبوسه. نبدا نتحمصهم شويه لحد لما لونهم يبقى كراميل. ننزل في بوله تاني بحوالي مع كوبايتين من دقيق السميد، هننزل عليهم بنص معلقه من البيكنج باودر، وكمان رشه فانيليا. وبعدين هننزل بالخليط اللي احنا عاملينه، الدقيق وجوز الهند، بس لما يبردوا. وفي الاخر هننزل بالخليط اللي هو اللبن وكمان السكر والسمنه البلدي. وفي الاخر انا حطيت معلقه سكر، معلقه عسل اسفه، عسل ابيض، لان هو بيدي تست حلو جدا. ندهن الصينيه سمنه، وبعد كده هننزل بالخليط. اهم حاجه ان الخليط ده او البسبوسه ما ينفعش نعجنها او ما ينفعش نحط ايدينا فيها. احنا مجرد ان احنا هنظبطها بالسبتيول او بالمعلقه، وبعدين هنخبطها خبطتين علشان تبقى متساويه. نبدا لو حابينها من غير مكسرات هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. لو حابينها بالمكسرات نبدأ ننزل. أنا بأي مكسرات متوفرة، أنا كان عندي لوز نزلت عليها، ونزلت كم واحدة من البندق على حسب الرغبة والطعم اللي احنا بنحبه أو المذاق اللي احنا بنحبه. بعد كده هنخلص الكمية بتاعة التزيين، نبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. مش هتاخد حوالي ربع ساعة. علشان نعمل السيرب هننزل بكوباية من السكر وكوباية ونص من المية. بعد كده هننزل عليها بشرحتين من الليمون، وبعد تلت ساعة طلعت الصينية بالجمال ده. نبدأ نشربها. السيرب لازم يكون سخن، وكمان البسبوسة لازم تكون سخنة. بجد مقادير مظبوطة. البسبوسة شربت السيرب وبقت بالجمال ده. بجد احلى بسبوسة ممكن تعملوها في البيت بطريقة حلوة جدا. وكفاية البسبوسة مرملة وانتي عاملاها بايديكي، نظافة وتوفير. والف هنا وشفا على قلبكم، واشوفكم في وصفة تانية. مع السلامة.